السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نقدم لكم الكاب كيك او المادلين المنمر. كيجي غزال ورائع وراقي في نفس الوقت، وتيجي زوين في المنظر وفي المذاق. كنتمنى تجربوه وغيطلع معكم زوين ان شاء الله. اكيد ديروه لوليداتكم تفرحوهم، ولا ديروه للعائلات ديالكم من يجيو لعندكم. راه تيجي غزال وراقي. وما تنسونيش من لي لايك ديالكم، واللي اول مره يشاهد الفيديو يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. يلا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنايا في المقادير كنحتاج الكاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، وكاس ديال الحليب. هاد الكيسان راهم عندي عبار صغير، جوج ديال البيضات، عندي هنايا الدقيق على حسب الخليط. كنحتاج هنايا عندي خماره، عندي الكاوبيل اولا الكاكاو المر، وعندي فاني. غادي نبدا نضيف المقادير ديالي. عندنا نضيف جوج البيضات اللي تيكونوا سبق ليا وخرجتهم من الثلاجه باش ياخذوا حراره المطبخ. نضيف جميع المقادير اللي عندي تدريجيا، نبدا نخلط. نضيف كاس ديال الزيت، كيسان عندي بحجم صغير، كاس ديال سنيده تقريبا يهز شي 5 المعالق ديال السكر سنيده، وهنايا كاس ديال الحليب. غادي نطرب جميع العناصر اللي عندي، نضربهم مزيان غير بالخلاط اليدوي، كاع ما تنحتاجوا الخلاط الكهربائي. صافي، وتنجيب واحد تناخذ الفاني تنضيفو، حقاش سكر الفاني خصو يذوب حتى هو. صافي غنستمر بحال هكا، وغناخذ واحد الصفايه اللي غندوز فيها الدقيق وندوز فيها الخماره. هنايا العجين مخصوش يكون جاري بزاف، ومخصوش يكون قاصح بزاف، خصو يكون هو هذاك في القوام ديالو باش يطلع معنا هاد لي كاب كيك او المادلين يطلعوا معنا زوينين. هنا كنضيف الدقيق وتنغربلو باش ما تيبقاوناش دوك الحبيبات في العجينه ديالنا. وضفت حتى الخماره مره واحده حتى هي غربلتها. صافي نخلط، وانا تنشوف القوام ديال العجينه كي داير. الا كان جاري تنزيد شويه ديال الدقيق. هانتوما كتلاحظوا كيفاش داير الشكل ديال العجينه. غنزيد واحد شويه ديال الدقيق حتى كتولي ليا العجينه على هذا الشكل هذا. صافي، هاد العجين هذا هو القوام اللي غنخليها عليه. من بعد غناخذ واحد ليمول ديال الكاب كيك، وغنكب فيهم هذوك، نجيب معلقه ونكب فيهم داك الخليط ديالي على هذه الطريقه. اولا تقدروا تستعملوا جيب الحلواني يسهل عليكم الامر. هنايا غنقص واحد شويه ديال نجيبو جوج البيصلات، ونقص واحد المعلقه طبسيل وجوج معالق طبسيل اخر باش ندير لهم الكاكاو، باش ندير على هذاك الشكل ديال اللي كيجي منمر، نخليهم للتزيين.
هنايا من بعد ما نقصت العجين ديالي غنبدا نعمر هادوك لي كاب كيك. نعمرهم غير حد النص ديالهم، النص صغير ديالهم، باش ما يخليونا ليسباس فين يطلعوا، حيت عمرناهم بزاف يقدروا يسيحوا لنا، يقدروا ما يجيوناش زوينين. غنستمر على التعمر ديال لي كاب كيك. هكذا تيكون الشكل ديال لي كاب كيك بعد ما تنعمرهم كاملين على هاد الطريقه. عاد باش ندوز نبقى نزين فيهم بهذوك العجين اللي بقى ليا، اللي غنضيف عليه واحد الخنيشه الكاكاو. هنايا غنضيف غير واحد الراس المعلقه على الطبسيل اللي فيه معلقه ديال العجينه، وغنضيف معلقه صغيره عامره على الطبسيل اللي فيه 2 المعالق د العجينه، باش غتجينا وحده مغلوقه وغتجينا وحده مفتوحه، باش نشكلو بحال هذاك الشكل تيكون على النمر، باش تجينا منمره. غنخلط بحال هكا. الا قصحت لكم العجينه غتضيفوا واحد شويه ديال الحليب. هنايا انا قصحت ليا العجينه من ضفت الكاكاو حيت ضفت معلقه، زدتها واحد شويه د الحليب، غير واحد الراس المعلقه ديال الحليب، باش خفافت ليا باش نقدر نزوق بها بلا ما تعذبني، تعطيني الطوع. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها فاش ضفت ليها الحليب. وغادي ندوز للطبسيل الاخر حتى هو نخلطو، اللي فيه الراس المعلقه ديال الكاكاو ومعلقه ديال العجينه. هاد الطبسيل كاع ما قصحت له العجينه لحقاش ما فيهش بزاف ديال الكاكاو، خليته هكاك ما زدتش فيه الحليب. صافي غندوز باش نبدا تزيين. غندير واحد نقيطات كحل ديال الكاكاو ديال العجينه اللي مغلوقه هما الاولين، عاد باش ندوز ندير من العجينه اللي مفتوحه اللون ديالها. هانتوما كتشوفوا على الطريقه، يعني غير عشوائيا نحطوا نقط يكونوا كبارين شويه بحال هاد الطريقه هكا. راه سهله وبسيطه، يعني ما تجيكمش ان راس الطريقه صعيبه. حتى الا جاتكم صعيبه بحال هكا تقدروا ديروا شي جيب الحلواني يكون صغير ولا ميكه بحال هكا تعمروا فيها الحشوه. وهنايا غنضيف العجين اللي عندي مفتوح اللون، غنضيفو فوق هذيك النقط السوداء وغنستمر بهذه الطريقه. صافي غنكمل بحال ما هكا كلهم، غندوز عليهم وندير لهم هذوك النقط السوداء، عاد باش ندير النقط اللي مفتوحه عليهم مباشره. طريقه راه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت تجي شي حاجه اللي راقيه وزوينه ومختلفه على المعتمد. هانتوما كتشوفوا راه طريقه سهله وغير بالمعلقه. صافي غنستمر بحال هكا وغندخلهم الفران اللي يكون بارد وما يكونش سخون من قبل. يلا نكون شعلت الفران ندخلهم ليه وتكون النار منخفضه، ما تكونش مجهده باش يطيبوا على خاطرهم. هانتوما كتلاحظوا الشكل النهائي كي كيكون. يطيبوا ونرجع معاكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما تيطيبوا. هانتوما كتشوفوا تيجيو مفشفشين مهويين، كيجيو رائعين في المنظر، غزالين، شي حاجه اللي زوينه وجديده وراقيه وما كايناش ما كنشوفوهاش بزاف عند الناس. يعني كنديروا لي كاب كيك كنديروهم بطريقه عاديه،
كنتمنى يعجبوكم لي كاب كيك، راه كيجيو رائعين. ما تنسونيش من لي جيم ديالكم، وصيفطوها وبارطاجيوها مع الاحباب والعائله باش تعم الفائده، وتابوناو في لاشين باش وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.